صحيح ان المقابله اللي كانت صعيبه مع فريق اتحاد تواكا اللي كنعرفوا لي زيرو اللي عنده. انا ديجا تكلمت في المقابله ديال فاس على انها تكون مقابله صعيبه، لان كنعرف لا كاليتي اللي عند اللاعبين عندهم لا فورماسيون، لاعبين دو كاليتي. سي فري الرتبه اللي كيحددوا ما كيستاهلوهاش، ولكن سيت اون ايكيب تري 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 فور نيفو تاكتيك حتى هو نيفو ديال لا ترانزيسيون مزيانين بزاف. حنا حاولنا نجيو هذا المعطى هذا لان حنا كنعرفوا كيفاش كيلعبوا وما بغيناش نديروا واحد الفوبا. سي فري البروميير ميطا شتو كانت تاكتيكيه ما بين جوج ديال المدربين، يعني ما بغيناش نديروا بزاف ديال الاغلاط باش ما نونكيسيوش. سي فري كانوا دي زيرور انديفيديوال اللي كنا نونكيسيو فيهم، لكن كنشكر اللاعبين على الجهد القانوني لانه كنعرف انا لانتونسيتي اللي كيلعب بها اتحاد تواكا. لكن الحمد لله اليوم au niveau de la constitution سي فري افتقدنا لجوج ديال اللاعبين اللي كانوا يعطونا بلوس، ولكن الحمد لله اللاعبين اللي دخلوا اليوم لا بوزيدي ولا عمر ولا كذلك بولوس كانوا في المستوى. نعتقد على ان المقابله كانت غادي تكون فيها جزئيه بسيطه اللي دار الغلط هو اللي غادي يفوز. انا بالنسبه لي نقطه بالنسبه لي ايجابيه مع فريق متوازن. ما كاينش دي كنا غادي نلقاو صعوبه لانه الديب كيعطينا شويه ديال البروفوندور، ماشي بحال المهراوي. المهراوي سان بروفيل اخر، كنظن على انه ملي كيلعب المهراوي كيلعب الديب يعني كتكون العطاء اكثر، كنمشيو للشبكه بزاف. سي فري اليوم لعبنا بالمهراوي اتاكون دو بوينت، ستان بوست بالنسبه ليا مهم بالنسبه لي هو لانه ستاجور اللي كيجي بديرير عنده واحد لا كاليتي ديال لو سونس في او نيفو في السيكونس دو ريباراسيون. اليوم افتقدنا الديب وكنتمنى على ان نريكوبيريو في المقابله الجايه، لانه الصعوبه اللي لقينا اليوم كنا بغينا ندوزو من الاطراف، دزنا مره ولا جوج مرات. كذلك لا ترانزيسيون اللي اشتغلنا عليها فيزافي لادفيرسير اللي لعبنا معاه، يعني ما كانش بديك الكيفيه اللي بغينا، لانه اصطدمنا بون ديفونس اللي سوليد. كنتمنى على ان المطرغي ما نوقفوش في هذا الشيء، لانه حنا مازال خصنا نخدموا، خصنا نخدموا شي اشياء اللي كنت تكلمت عليها في الاول. كنتمنى ان اللاعبين يبقاو واعيين على ان هاد المقابله هذه ما تنقولش ريفيرونس، ولكن نيفو فيزيك ونيفو تاكتيك كانت في المستوى. بغينا نزيدوا مازال نشتغلوا باش نكونوا احسن ان شاء الله. انا عندي واحد ليفيكتيف وكنديروا استراتيجي على حساب البروفيل اللي عندي. الحمد لله لي بروفيل اللي عندي تايق فيهم، داكشي اللي كيقدروا يديروا وحنا مشينا معاهم على حساب البروفيل ديالهم. ما نقدرش نعطيهم شي حاجه اللي ما يقدروش يديروها. النقطه الاولى. ثانيا او نيفو ما ننساوش على ان ما لاعبينش مع اون ايكيب اللي ضعيفه، مع اون ايكيب اللي عندها لاعبين في المستوى، لاعبين ديال ليكيب ناسيونال من يو 20 يو 23 عندهم لاعبين تبارك الله دو كاليتي. تنظر على التدبير ديال المقابلات الجايه. حنا كل مقابله كنوجدوا ليها واحد الكيفيه اللي معقلانه بالصلابه في العمل. الا شفتوا اللاعبين الحمد لله كلهم ملي كيدخل التيران كيعطيو الماكسيموم. حنا غاديين في هذا النهج هذا. كنظن على ان المقابله اليوم فيها فايفيان، يعني كانت كره عندنا مره عند اتحاد تواكا. اعتقد على ان المقابله ما غاديش نقول اننا كان خصنا نفوزوا، ولكن بالنسبه لي نقطه مهمه بزاف مع فريق تري بيان اورغانيزي او نيفو ديفونسيفمون تيقلب على لا ترانزيسيون. الحمد لله حنا عرفنا على انه غادي يلعب بهذه الكيفيه دي. داكشي علاش المغامره في حد ذاتها كانت تقدر تقتلنا في بعض المراحل اللي اللاعبين زعموا وبغاو يمشيو لوفونسيف اكثر من القياس. كنظن على ان لادابتاسيون مع الفيكتيف اللي عندك، لادابتاسيون مع المقابله هي اللي خلاتنا على اننا نديروا واحد الاستراتيجي باش على الاقل ما نديروش فوق. بسم الله الرحمن الرحيم.